السلام عليكم طلابي الأعزاء، طلاب المؤرخ المصري محمد مسعد. والنهاردة هنتكلم عن درس مهم جدا من دروس الصف الأول الثانوي تاريخ، وهو عوامل قيام الحضارات. وطبعا يا ولاد احنا عارفين ان في حضارات قامت في قارة آسيا، زي حضارة بلاد العراق القديم، وحضارة بلاد اليمن، وحضارة فينيقيا. وفي حضارات قديمة قامت في أوروبا زي ما ذكرنا قبل كده، الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية، ودول كان في العصر القديم. وفي حضارة اسمها الحضارة المصرية القديمة الفرعونية، ودي مرتبطة بقارة أفريقيا. درسنا النهاردة بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن إزاي الحضارات دي قامت، يعني إيه العوامل اللي ساهمت في قيام هذه الحضارات. وطبعا ربنا خص المنطقة العربية بالعديد من المقومات والعوامل اللي ساعدت على قيام هذه الحضارات في قارة آسيا وإفريقيا وأوروبا. طبعا احنا عارفين من أيام ما درسنا أول درس اللي هو الحضارة والتاريخ، كنا بنتكلم فيه عن ويل ديورانت والحضارة، وقال لك إن الحضارة بتنشأ مع الاستقرار. طيب إيه سر الاستقرار يا ولاد؟ وجود الأنهار. سر الاستقرار وجود الأنهار، حيث ساعدت على قيام الزراعة والاستقرار، كما في نهر النيل في مصر والسودان، وكما في دجلة والفرات في بلاد العراق القديم، وده ساعد على قيام الزراعة والاستقرار. تاني عامل هو الموقع الجغرافي المتوسط. تالت عامل هو اعتدال المناخ وملائمته للنشاط البشري. وطبعا احنا عارفين لو الحر الجو حر جدا محدش بيبقى طايق نفسه، ومحدش هيعمل حضارات. والجو لو ساقع جدا كله طبعا هيشد البطانية وينام ومش هيعمل حضارات. طيب امال ايه بقى؟ قال لك لا، لما بيكون الجو معتدل ده بيساعد على ملائمة النشاط البشري. 4. وفرة الثروات المعدنية. طبعا احنا عارفين ان المواد الخام المتوفرة في الصحراء والأماكن دي أتاحت الفرصة أمام الناس إن هي تستخدم هذه المعادن والصخور. طيب في عامل تاني بيقول لي عدم وجود حواجز أو موانع طبيعية بين أجزائها، وده طبعا ساعد على التواصل بين الشعوب وبين الحضارات القديمة. وطبعا الحضارات سلسلة متصلة مش منفصلة، يعني كل واحد بياخد من التاني عن طريق التأثير والتأثر، وعن طريق الأخذ والعطاء. وفرت طبعا الثروات المعدنية مع وجود التبادل بين الحضارات، ده ساعد على قيام أقدم الحضارات. وطبعا أهم شيء وهو كفاح الإنسان، ودي من العوامل البشرية. وطبعا دلوقتي هنعرف إن عوامل قيام الحضارات دي اتقسمت لعوامل طبيعية وعوامل بشرية. العوامل الطبيعية اللي هي نهر النيل العظيم، وموقع الجغرافي المتميز، والثروات المعدنية اللي هي الصخور والمعادن، والحدود الطبيعية، والمناخ المعتدل. ولكن لما يجي يتكلم عن العوامل البشرية طبعا هقول له جهود وكفاح الإنسان المصري القديم. وطبعا معانا الدرس هنا هنتكلم عن كل عنصر ونعرف ايه مساهمته في قيام الحضارات. وطبعا هنبدأ كلامنا بنهر النيل العظيم اللي هو ساعد على الاستقرار. طبعا يا ولاد نهر النيل دوت في الأول خالص الإنسان ما كانش مستقر عنده، ولكن لما استقر عنده عمل بيوت زي ما قلنا، نشأت القرى وبعدين المدن، وبعدين نشأت طبعا مملكة الشمال ومملكة الجنوب، وتوحدت مصر كلها. طب نهر النيل ده ساعد على ايه بقى؟ نهر النيل دوت عمل حاجة اسمها، أول حاجة عملها نهر النيل الوحدة والتضامن. طب ازاي عمل وحدة وتضامن؟ قال لك توحيد الجهود بتاعة المصريين دي لمواجهة الفيضان. وطبعا الفيضان كان بيجي كل سنة في شهر 8، وإقامة جسور والحفاظ على المية، ومن ثم عاشوا شعبا واحدا عبر التاريخ. يبقى لما يجي يقول لك ازاي أكد نهر النيل الوحدة والتضامن، هتقول لي إن هم وحدوا جهودهم علشان يحموا نفسهم من الفيضان، وعملوا جسور مع بعض. طبعا محدش هيقدر لوحده يعمل جسر. رقم 2 التكافل والتكامل. ازاي الكلام ده حصل؟ قال لك نهر النيل خلى المصريين يبدلوا المحاصيل مع بعض. يعني مثلا المحاصيل اللي بتزرع في وجه بحري في الشمال مع المحاصيل في الوجه القبلي في الجنوب، قدروا ان هم يبدلوا مع بعض، وده سميناه تكافل وتكامل. يبقى لو قال لي وحدة وتضامن يعني هم مع بعض ايد واحدة ضد الأخطار اللي موجودة.
زي خطر الفيضان، لكن تكافل وتكامل يعني بيكملوا بعض في تبادل المحاصيل. طيب رقم 3، قال لك طبعا نهر النيل خلى المصري القديم اكتسب قيمة مهمة جدا، وهي التواصل فيما بينه ومع الآخرين. طب ازاي؟ قال لك من خلال ان هم اهتموا ببناء السفن اللي بيحملها طياره نحو الشمال. طبعا احنا عارفين ان نهر النيل يا ولاد طبعا ميته بتجري من الجنوب الى الشمال، وبعدين الرياح الشمالية بتدفعها نحو الجنوب. يعني كانوا بيبنوا سفن، والتيار بتاع المية بيمشي السفن من الجنوب للشمال، والرياح الشمالية اللي جاية من ناحية الشمال بتدفعها نحو الجنوب. عشان كده قدروا يتواصلوا مع بعض، عشان كده ساعد ذلك على اتصال، وقدروا ان هم يتواصلوا ويتماسكوا مع بعضهم. والمصريين نشروا حضارتهم في البلاد المجاورة، عشان كده كان في تأثير وتأثر تميزت به الحضارة المصرية القديمة. وطبعا سر عظمة نهر النيل في تكوينه الطبيعي الذي ينحدر من الجنوب للشمال، وكان يحمل معه الماء والطمي الذي ساعد على قيام الزراعة. تاني حاجة هنتكلم فيها يا ولاد مع بعض هو الموقع الجغرافي المتميز. مصر طبعا بمثابة قلب العالم القديم وحلقة الاتصال بين الأقطار وبين الشعوب، عشان كده بنقول ده ساعد على التواصل مع الجيران. مصر طبعا يا ولاد بتقع عند قارات العالم القديم الثلاثة، آسيا وأفريقيا وأوروبا، وده عارفينه من أيام ما كنا في ابتدائي، وطبعا هنأكده السنة دي في منهج الجغرافيا. وعارفين طبعا ان موقع مصر ملتقى 3 قارات، وده اللي أكده الدكتور جمال حمدان في كتاب شخصية. ومصر كمان بتطل على بحرين مهمين جدا، وهما البحر الأحمر والبحر المتوسط. طب الموقع الجغرافي المتميز لمصر ده سهل ايه؟ قالك سهل الاتصال والتأثير والتأثر بالحضارات اللي قامت في قارات العالم القديم. يعني سهل جدا نكون متصلين بحضارة فينيقيا وحضارة العراق وحضارة اليمن. لو احنا بس عدينا البحر الأحمر بقينا في اليمن. معانا سؤال بسيط كده، قال لك اتفق كل من الموقع الجغرافي ونهر النيل في تأثيرهما على قيام الحضارة المصرية القديمة. معانا 4 إجابات زي ما احنا اتعودنا مع بعض. 1 الوحدة والتضامن. هل الموقع الجغرافي ونهر النيل بيتفقوا مع بعض؟ طبعا احنا اتفقنا مع بعض ان في حاجة اسمها مفتاح السؤال. اتفقا يعني اتشابه، يعني هما الاتنين اتشابهوا مع بعض في ايه من الحاجات. فكلمة اتفق دي معناها ايه؟ يعني تشابه. قال لك هما الاتنين متفقين في ايه؟ طبعا احنا قلنا من شوية ان موقع الجغرافي ساعد على التواصل مع الحضارات اللي جنبنا، ولسه من شوية كنا بنقول ان نهر النيل برضو ساعد على التواصل من خلال التيار المية اللي بيحمله للشمال، والرياح الشمالية اللي بتجيب السفن من الشمال الى الجنوب. طبعا عندي الإجابة هتبقى بالتواصل الحضاري. طب ليه الإجابة دي بالتحديد؟ قال لك إن استطاعت مصر تتواصل حضاريا مع الشعوب الأخرى من خلال نهر النيل كطريق مائي داخل أفريقيا، والموقع الجغرافي عشان تبقى ملتقى قارات العالم القديم، وبتطل على بحرين مهمين هو البحر الأحمر والمتوسط. وطبعا عندنا كتاب شخصية مصر اللي هو اتكلم فيه عن عبقرية مكان مصر، وقال إن مصر هي حجر الزاوية في ال3 قارات اللي منها العالم القديم، والوحيدة التي تلتقي فيها قارتان اللي هم آسيا وإفريقيا، ويقترب منها الثالثة، وهي بوابة مشتركة لأفريقيا وآسيا، ومدخل حقيقي لإفريقيا من الشمال. وطبعا يا أولاد أي دولة فيها المميزات الجميلة اللي موجودة في مصر دي بتبقى طبعا دولة مهددة بالأخطار زي ما احنا شايفين. والنيل هو النهر الوحيد اللي بفضله مصر أصبحت قلب قارة إفريقيا. وطبعا في طريقين الاتنين لا يقل أهمية للوصول لقارة آسيا. أول طريق بيكون في الشمال عن طريق سوريا والعراق، وطريق في الجنوب عن طريق غرب شبه الجزيرة العربية اللي هو طبعا بيحوط عليه الخليج. وطبعا مصر هي الدولة اللي بيقترب منها أطول بحرين البحر الأحمر والمتوسط. دلوقتي يا أولاد نتكلم عن العنصر الثالث وهو الثروات المعدنية. وزي ما قلنا في مقدمة الدرس إن ربنا إدى مصر ثروات معدنية كتير. يعني عندنا حاجة اسمها معادن وحاجة اسمها صخور. في فرق يا مستر؟ طبعا في فرق كبير جدا بين المعادن وبين الصخور، وده طبعا خدناه قبل كده. المعادن زي الذهب والنحاس والحديد، الصخور زي الجرانيت والرخام والأحجار الكريمة. تاني هقولهم، المعادن زي الذهب والنحاس والحديد، والصخور زي الجرانيت والرخام والأحجار الكريمة. طب يا مستر هو الثروات المعدنية والصخور دي ساعدت على إيه؟ أول حاجة يا ولاد طبعا ساعدت عليها الثروات المعدنية
في قيام الحضارة إن هي قدر المصري القديم يصنع أدواته، زي ما عرفنا إن المصري القديم كان بيصنع أدواته من الحجر، وبعد كده طبعا قدر يطورها. كانت الأول بينحتها ببساطة وبعدين نحتها بدقة، بعدين قدر إن هو يوصل للنحاس وصنع أدواته من النحاس زي الحلي، وقدر يبني الأهرامات من الأحجار ونحت التماثيل. طيب هنتكلم عن رابع حاجة وهي الحدود الطبيعية. لو رجعنا طبعا لمنهج الجغرافيا هنلاقي ان مصر بيحدها من الشمال البحر المتوسط، ومن الجنوب عندنا قبل ما نروح للجنوب خالص عند السودان في منطقة اسمها الجنادل، ودي كتل صخرية تعترض مجرى النهر. ممكن يجي يقول لك ما هي الجنادل، هتقول له هي كتل صخرية تعترض مجرى النهر. دي طبعا زي ما هي كانت بتمنع مرور السفن، وده من عيوبها، ولكن من مميزاتها ان هي كانت درع واقي للأعداء اللي جايين من ناحية الجنوب. وطبعا عندنا من ناحية الشرق البحر الأحمر، وده برضو كان بيميز مصر في الحدود الطبيعية. وشرق وغرب وادي النيل كان عندنا صحراء زي الصحراء الشرقية والصحراء الغربية. طبعا الحدود الشمالية الشرقية كانت أكثر الحدود خطورة منذ القدم، اللي هي حدودنا مع فلسطين الشقيقة، ربنا يعيدهم يا رب على العدو اللي معاهم. خامس حاجة هنتكلم فيها مع بعض المناخ. كان له أثرا في الحفاظ على الحضارة المصرية القديمة. طب ازاي يا مستر الكلام دوت؟ قال لك الاعتدال ده بيساعد على نشاط الإنسان ويقظة عقله المصري القديم. عشان كده تلاقي الطالب يقول لك ايه، أنا عايز أشغل التكييف عشان أعرف أذاكر. طب ماشي، ما هو نفس الكلام. المصري القديم زمان ما كانش عنده تكييف، بس الجو بتاع مصر طبعا ما كانش فيه رطوبة عالية كده زمان يا ولاد، كان الجو مناسب جدا جدا لقيام الحضارات. وطبعا المناخ كان مناخ معتدل، لما كنا بنقولها للأطفال الصغيرين حار جاف صيفا دافئ ممطر شتاء. طيب المناخ بتاعنا دوت لما هو معتدل ده هيساعد على ايه؟ زي ما قلنا النشاط بتاع الفكر بتاع المصري القديم. طب الجفاف، انا بقول حار جاف صيفا، طب الجفاف دوت ليه ميزه طبعا، ده ساعد على حمايه الاثار المصريه القديمه. عشان كده يا ولاد لما بنحفر في الصحراء الشرقيه او الصحراء الغربيه او في اي بلد من قنا اسوان البلاد دي، لما بنيجي نحفر ونلاقي توابيت او نلاقي صخور او نلاقي اي اثار من المصري القديم بنلاقيها بحاله جيده جدا، وده بسبب جفاف المناخ. اخر حاجه التنوع بتاع المناخ ده عمل ايه؟ قال لك اختلاف الفصول ودرجات الحراره ده ادى لتنوع المحاصيل الزراعيه، مما ادى الى رخاء ورغد العيش، وطبعا بالتالي التبادل بين الشمال والجنوب. طبعا المصري القديم يا ولاد هو العامل الأهم. لو جه قال لك إيه هو العامل الأهم لقيام الحضارة، نسأل نفسنا سؤال كده بسيط. هل دلوقتي يا ولاد لو الإنسان المصري القديم مش موجود، ونهر النيل موجود، والموقع الجغرافي موجود، والمعادن موجودة، وكل حاجة موجودة، هل الحاجات دي هتعمل حضارة من نفسها؟ لا طبعا، لازم كفاح الإنسان. وطبعا احنا عارفين ان يعني ايه كلمه حضاره، ثمره اي مجهود يقوم به الانسان، ودوت اللي احنا بناكده دلوقتي. قال لك ان مصر القديم لم يدخر جهده وكفاحه، حيث انهم طبعا الجهد والكفاح هما حجر الاساس اللي قامت عليه الحضاره المصريه القديمه، وبالتالي بذل مجهود كبير جدا عشان يسخر كل ما وهبه الله في قيام الحضاره. وطبعا اهم حاجه ان هو يعني انفق الكثير من الوقت والجهد لإنتاج هذه الحضارة. طبعا بنستنتج ان لم تكن مصر هبة النيل كما قال هيرودوت. في سؤال بيجي كتير جدا كل سنة يقول لي ايه رأيك في العبارة بتاعت هيرودوت اللي هو بيقول مصر هبة النيل؟ طبعا الإجابة دي غلط جدا، لأن النيل برضو لوحده مش هيعمل حضارة. الإنسان استقر عليه وكل حاجة، لا، مصر هبة النيل والمصريين، دي الإجابة الصح. عشان كده بنقول لهيرودوت أخطأت لما أنت قلت مصر هبة النيل، لا، مصر هبة النيل والمصريين. فلولا كفاح المصريين وقدرتهم على استثمار كل ما وهبه الله لهم ما كانتش قامت الحضارة المصرية القديمة التي أثرت في حضارات العالم القديم. ومعانا كده يا ولاد تدريب بسيط هنشوف الأسئلة بتتحل إزاي. أول سؤال معايا بيقول لي تنوعت الثروات المعدنية لمصر، ولكن هذه الثروات استمدت قيمتها الحقيقية من خلال إيه؟ الجهد البشري، ولا المناخ المعتدل، ولا الاهتمام بنهر النيل، ولا التواصل الحضاري؟ فكر كده معايا، وطبعا عايزك تكتب لي الإجابات في الكومنتات بتاعة الفيديو. أنا طبعا الإجابة مهمة جدا إن أنت تكون عارفها من نفسك،
وتبعت لي الإجابات وأنا هصحح لك إن شاء الله. عدم وجود حواجز أو موانع طبيعية في مصر الفرعونية ساعد على إيه؟ إن مصر استغل الموارد الطبيعية، ولا تكيف الإنسان مع البيئة، ولا الاستقرار وقيام. ثالث سؤال بيقول لي يتمثل القاسم المشترك بين حضارات العالم القديم في إيه؟ إيه الحاجة المشتركة في كل حضارات العالم القديم؟ وجود الأنهار، الحدود الطبيعية، كفاح الإنسان، الموقع الجغرافي. فكر واكتب لي الإجابة وأنا إن شاء الله صح لك. 4. ارتبط تطوير المصريين القدماء للبنية التحتية لمواجهة أخطار الفيضان بقيمة إيه؟ الوحدة والتضامن، الفرقة والتنافر، التكافل والتكامل، الخصوصية والتباعد. 5. العامل الأساسي الذي كان دافعا للمصريين القدماء إلى الاتحاد هو المنافع الشخصية، ولا عدم وجود حواجز، ولا وجود طبعا سؤال سهل جدا. رقم 5. العامل الأساسي الذي كان دافعا للمصريين القدماء على الاتحاد. طبعا واضحة جدا الإجابة. رقم 6. يعتبر نهر النيل من أهم العوامل الطبيعية اللي ساعدت على قيام الحضارة المصرية، والذي كان يشكل يعني لمصر الفرعونية أهمية إيه؟ فكرية، اقتصادية، أدبية، علمية. 7. ينحدر نهر النيل من الجنوب إلى حاملا معه الطين طبعا، وده ظهر أثره الواضح على البعد الإيه؟ طبعا بيتكلم عن الماء والطمي، يبقى اقتصادي ولا تربوي ولا ديني ولا ثقافي. آخر سؤال، كان نهر النيل الوسيط التجاري بين شمال مصر وجنوبها، فساهم في اكتساب المصريين قيمة إيه؟ شمال وجنوب، يبقى عايز إيه؟ تواصل ولا وحدة. فكر في الإجابات دي إن شاء الله الحصة الجاية نراجعها مع بعض ونشوف إجاباتك عشان خاطر طبعا تفكر وتذاكر الدرس الأول.